ازيك يا دكتورة عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. انتي عاملة ايه؟ الحمد لله. انا كنت كشفت عندك قبل كده، ودلوقتي بقى جاية عشان المتابعة. بصراحة بقى الحقيقة انا جاية عشان كنت عايزة اعرف هو ولد ولا بنت. مش فارقة ولد ولا بنت، المهم يبقوا كويسين بس. اه اكيد يا دكتورة، بس برضو عايزة اعرف هما ايه، عشان حتى ابدأ اروح اشتري اللبس بتاعهم. اه ماشي خلاص هقولك. المهم انتي نفسك في ولد ولا بنت؟ ايه نفسي في ولد. طيب، مع ان البنات احلى بصراحة، ده رأيي. بهزر معاكي. ايه ايه يا دكتورة قوليلي ولد ولا بنت؟ هما بصراحة كده انتي حامل في توأم، مش في ولد او بنت. ايه توأم؟ ايوه. انتي تقريبا كده حامل في 10 توائم. ايه كل ده؟ انتي بتهزري يا دكتورة ولا ايه؟ انتي شكلك مش دكتورة اصلا. انا شكلي هروح اكشف عند واحدة تانية غيرك. ليه بس؟ انا بقولك الحقيقة، بقولك اللي انا شايفاه عندي اهو. اتأكدي يا دكتورة عشان خاطري، انتي كده انا جوزي ممكن يطلقني. احنا معناش فلوس لكل الاطفال دي. اعمل ايه؟ انا بقولك اللي انا شايفاه. يا دكتورة طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ مش هتعملي حاجة عادي. شوفي يا دكتورة كده تاني، شكل الجهاز ده معلق او في حاجة بايظة. لا مش بايظ، احنا لسه جايبين الجهاز ده جديد. طيب ما يمكن عشان كده بيطلع ارقام غلط. لا لا. طيب انا هعمل ايه؟ ازاي هربي 10 اطفال مع بعض؟ 10 اطفال ايه بس؟ انتي كنتي ساقطة حساب ولا ايه؟ بقولك 10 توائم يعني 20 طفل. طيب يا دكتورة عشان خاطري شوفيلي حل. بصي انا عايزة واحد او اتنين بالكتير، لكن ايه 10 و20 دول؟ ممكن نوزعهم، ايه رأيك؟ او ابيعهم. تبيعي ايه؟ انت عبيطة ولا ايه؟ ازاي عايزة تبيعي ولادك؟ طيب وانا هعمل ايه بكل ده؟ يعني ايه هتعملي بيهم ايه؟ هو انت جايباهم عشان تعملي بيهم حاجة معينة؟ ولادك دول المفروض يفضلوا معاكي. ماشي يا دكتورة، انا همشي بقى وابقى اجيلك بعدين. ماشي براحتك. يلا باي دكتورة. دكتورة عبيطة صح، شكلها مش فاهمة اي حاجة. اما اروح اشوف دكتورة تانية. بتقول عليا عبيطة؟ بجد حاجة مش طبيعية. ازيك يا دكتورة عاملة ايه؟ ايه ده جيتي تاني يعني؟ اه جيتلك بعد 3 شهور بقى. اه طيب وعاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويسة. جيتيلي ليه تاني؟ مش قلتي عليا عبيطة قبل ما تمشي؟ لا يا دكتورة انتي مش عبيطة ولا حاجة، انا بس اللي كنت عبيطة. اصلا انا اتصدمت من اللي انتي قلتيهولي، ما كنتش مصدقة. هو في حاجة اسمها كده اصلا؟ ايوه طبعا، بس دي حالات نادرة جدا. بس حظك بقى. طيب يا دكتورة شوفي بقى حضرتك هتبقي فاضية امتى عشان عايزة اولد. إيه بصي، شوفي مثلا ممكن السبت الجاي، ايه رأيك؟ اليوم ده انا ما عنديش حاجة. ماشي يا دكتورة، مع اني خايفة جدا بصراحة. لا ما تخافيش، دي حاجة بسيطة. بسيطة ايه؟ انتي مش قلتي 10 توائم؟ طيب وفيها ايه؟ انتي كده كده مش هتبقي حاسة بحاجة، متقلقيش. يا ريت يا دكتورة بجد. تقولي لي يا دكتورة هما ايه، ولاد ولا بنات ولا ايه؟ حاضر هشوفلك. بصراحة كده انا ما قلتش لجوزي اصلا، قلت له ان انا بس حامل في توأم. ايه ازاي تعملي كده؟ كنتي لازم تعرفيه من قبليها.
لأ، هو لو عرف هيطلقني، وانا اكيد مش هتطلق دلوقتي. اكيد لأ، مش هيطلقك ولا حاجة، كنتي قلتيله بس عشان يجهز نفسه، يبقى معاه فلوس كده تكفي. ماليش دعوة بقى يا دكتورة. بصي، ال10 توائم، 5 منهم ولاد و5 بنات. طيب بجد، ده حلو جدا عشان يبقى عندي الاتنين ولاد وبنات. ربنا معاكي، ما تقلقيش، ان شاء الله بقى السبت الجاي تبقي معاكي الولاد كلهم. ان شاء الله يا دكتورة. انا همشي بقى واجيلك يوم السبت. ماشي. يلا باي يا دكتورة. باي. ماما، انا خايفة قوي. ايه رأيك بقى نروح وخلاص؟ مش لازم النهاردة. مش لازم النهاردة ايه يا بنتي؟ انت عبيطة ولا ايه؟ ده الميعاد اللي انت هتولدي فيه. بتبطلي دلع بقى. خلاص الدكتورة جاية وهتولدي اهو. شفتي يا ماما؟ شفتي بيعملني ازاي؟ انا عايزة اتطلق بقى. بس يا بنتي هتطلقي دلوقتي؟ اما تولدي وتقومي بتطلقي براحتك. ايه يا عمي اللي انت بتقوله ده؟ يا ابني بهزر، في ايه؟ انتوا مالكوا النهارده متضايقين كده ليه؟ لا ولا حاجه. هو متضايق عشان انا حامل في توأم. ليه يا ابني بس كده؟ حرام عليك. هجيب لهم اكل منين دول؟ انا معيش فلوس. حرام عليك يا ابني، في حد يقول على نعمة ربنا كده؟ مش قصدي والله، بس انا بقول يعني على ظروفنا. خلاص يا ابني، مش مشكلة، ما احنا معاك اهو. اهلا وسهلا، ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا دكتورة؟ يلا بقى عشان ده الميعاد، يلا عشان نروح اوضة العمليات. يلا. هي اتأخرت كده ليه؟ دي بقالها كتير قوي. ولا اتأخرت ولا حاجة، عادي عادي. معرفش، انا برضو حاسس ان هي اتأخرت. تعالوا نستناها قدام اوضة العمليات عشان لو في اي حاجة نبقى واقفين. طيب يلا. لو سمحت، انا بنتي جوه في اوضة العمليات، هي قدامها قد ايه وتخرج؟ دي بقالها كتير قوي. ايوه فعلا، انا بدأت اقلق على بنتي، ليكون في حاجة حصلت لها جوه. لا طبعا مفيش حاجة، ما تقلقوش، هي قدامها بس شوية وتطلع. طيب اتفضلوا، ولادكم اهم. ايه ده؟ هي توريني كده. اه دول شكلهم حلو قوي بجد. اتفضلوا يلا، دول كمان. ايه ده؟ ايه دول؟ ولادك؟ بس انا مراتي حامل في توأم بس. لا. حاسب يا دكتور، لا يكونوا مش ولادي ويكونوا اتبدلوا مع ولاد حد تاني. فرق لي بس، دول ولادي ولا دول ولادي؟ الاتنين دول ولا الاتنين دول؟ انا مش عايز لخبطه. لا حضرتك، مفيش غير مراتك بس هي اللي جوه اوضه العمليات، ودول كلهم ولادك. ايه؟ كل دول؟ اتفضلي اتفضلي يا حاجه. هات هات. ماشي اتفضل، دول كمان. دول كمان؟ دول كمان ايه؟ هو في حد بيولد اكتر من توأم في اليوم؟ اه دي صدفة حلوة بصراحة. انا بصراحة مش فاهم هو ايه اللي بيحصل ده. بصراحة انا هقولك الحقيقة، مراتك حامل في 10 توائم، بس هي خافت تقولك ومرضتش تقولك، سابتها لك مفاجأة. ايه؟ 10 توائم؟ انتي بتقولي ايه؟ ايوه هو ده اللي حصل. هنعمل ايه بقى؟ هاتوا الولاد بقى، انا هوديهم على الحضانة، وادخلوا اطمنوا على بنتكم. طيب يا ابني خد. الحمد لله على السلامة يا بنتي. اهي بنتكم بقت كويسة جدا اهي.
انا همشي انا بقى. تمام يا بنتي، شكرا ليكي بجد. العفو على ايه؟ بقى بتكدبي عليا وانتي حامل في 10؟ لا مش 10، هم 20. ايه 20؟